هل تتخيل مكاننا على كوكب الأرض لا تستطيع أن تعيش فيه لدقيقة واحدة، ومع ذلك هناك بشر يعيشون فيه كل يوم. أهلا بكم في جهنم الأرض. أهلا بكم في صحراء داناكيل. هنا درجة الحرارة تصل إلى ما لا يمكن لجسدك أن يتحمله. الهواء الذي تتنفسه مسموم، والأرض التي تقف عليها تغلي وتفور تحت قدميك. العلماء يطلقون على هذا المكان اسمه أقرب نقطة لكوكب المريخ على الأرض. والسؤال الذي سنجيب عنه في رحلتنا اليوم من قناة صحارى العالم: كيف استطاع الإنسان أن يتحدى الموت ويعيش في هذا الجحيم؟ يلا بنا نكتشف. صحراء داناكيل تقع في شمال شرق إثيوبيا، وتمتد أجزاء منها إلى داخل دولتي إريتريا وجيبوتي. هي ليست صحراء رملية كما تتخيل، إنها منخفض جيولوجي عميق، يعتبر واحدا من أكثر البقاع انخفاضا وحرارة على وجه الأرض. السبب في كل هذا الجنون هو أن هذه المنطقة تقع فوق ملتقى 3 صفائح تكتونية ضخمة. تخيل أن الأرض تحتك تتشقق وتتحرك ببطء، وفي المستقبل البعيد سينفصل هذا الجزء عن قارة إفريقيا ليصبح محيطا جديدا. نحن نقف حرفيا على ولادة محيط، وبسبب هذا النشاط الأرض هنا تخرج كل غضبها على السطح. براكين نشطت، ينابيع كبريتية، غازات سامت، وحرارة لا ترحم. في الصيف قد لا تنخفض درجة الحرارة ليلا أبدا، والمطر هنا أمر نادر جدا، وإذا سقط فإنه يتبخر قبل أن يلمس الأرض. أول ما سيصدمك في داناكيل هي الألوان. أنت لم تر مثلها من قبل. الأرض ليست صفراء أو بنية، بل هي لوحة من الأخضر الفاقع والأصفر الكبريتي والبرتقالي الناري والأحمر الدموي. هذه الألوان الخارجة من عالم الخيال هي في الحقيقة أملاح معدنية وكبريت وحديد، تخرج مع المياه الحارة جدا من باطن الأرض، وعندما تتبخر المياه بسرعة بسبب الحرارة الشديدة تترسب هذه المعادن على السطح مشكلة تلك المناظر التي تشبه كوكبا آخر. ستجد بحيرات صغيرة من الحمض الكبريتي المركز، لونها أخضر زمردي جميل، لكنها قاتلة. قطرة واحدة منها كافية لحرق الجلد والعظم. وسترى ينابيع تفور وتطلق بخارا كريه الرائحة. هي رائحة الكبريت، نفس الرائحة التي نشمها من البيض الفاسد، لكنها هنا أقوى بآلاف المرات. الهواء نفسه ثقيل وسام، ولا يستطيع الإنسان أن يبقى هنا بدون قناع واق لدقائق معدودة. وفي قلب هذا الجحيم يقع بركان إرتآليه، ومعناه بلغة العفر الجبل المدخن. هذا ليس بركانا عاديا، إنه واحد من 6 براكين فقط في العالم كله، التي تحتوي على بحيرة دائمة من الحمم البركانية المنصهرة. تخيل أن تقف على حافة فوهة بركان، وتنظر للأسفل، فترى محيطا كاملا من نار سائلة تتحرك وتفور وتتفجر. درجة حرارة هذه الحمم تزيد على 1000 درجة مئوية. الضوء والحرارة المنبعثان منها يجعلان الليل في المنطقة المحيطة كأنه نهار. هذا البركان لم يهدأ منذ أكثر من قرن، إنه يتنفس ويغضب بشكل مستمر. الوقوف بجانبه هو تجربة مرعبة ومدهشة في نفس الوقت. تشعر بصغر حجمك أمام قوة الطبيعة الغاشمة. لكن أغرب ما في داناكيل ليس البراكين أو الألوان، بل هو وجود الحياة. نعم، هناك حياة في هذا المكان الميت. اكتشف العلماء نوعا من الكائنات الدقيقة، البكتيريا، تعيش داخل تلك البحيرات الحمضية القاتلة. هذه الكائنات تتغذى على المعادن والكبريت، وتتنفس في بيئة لا يستطيع أي كائن آخر أن يعيش فيها. هذا الاكتشاف قلب موازين علم الأحياء، لأنه يثبت أن الحياة يمكن أن تنشأ في أقصى الظروف الممكنة. ولذلك فإن وكالة ناسا ترسل علماءها إلى داناكيل لدراسة هذه البكتيريا، لأنهم يعتقدون أنه إذا كانت هناك حياة على كوكب المريخ فستكون شبيهة جدا بهذه الكائنات التي وجدناها في جهنم إثيوبيا. والآن نصل إلى الجزء الأكثر إدهاشا في القصة. رغم كل هذا الموت والخطر، هناك بشر يعيشون هنا. إنهم قبائل العفر. شعب العفر هم من أقوى وأشد البشر بأساً على وجه الأرض. لقد تكيفوا مع هذه البيئة القاسية منذ آلاف السنين، وحرفتهم الأساسية التي توارثوها عن أجدادهم هي استخراج الملح. لماذا الملح؟
لأن منخفض داناكيل كان في يوم من الأيام جزءا من البحر الأحمر. وعندما انحسر البحر، ترك وراءه طبقات هائلة من الملح النقي تحت الأرض. وعمل العفر هو واحد من أقصى الأعمال في العالم. يبدأ يومهم قبل شروق الشمس. لتجنب جحيم الظهيرة، ينزلون إلى بحيرة الملح، وباستخدام فؤوس بدائية، يقومون بتقطيع الملح إلى ألواح مستطيلة كبيرة. العمل شاق وخطير. شظايا الملح الحادة تسبب جروحا عميقة، والحرارة الشديدة تسبب الجفاف وضربات الشمس. بعد تقطيع الألواح، يتم تحميلها على ظهور الجمال، وتبدأ رحلة القوافل الطويلة، رحلة تستغرق أياما في الصحراء القاحلة، لنقل الملح إلى الأسواق في المدن المرتفعات. إنها نفس الرحلة التي كان يقوم بها أجدادهم منذ قرون. تجارة الملح هي شريان حياتهم، وهي الثمن الذي يدفعونه للبقاء في أخطر مكان في العالم. قد تسأل نفسك، لماذا لا يتركون هذا المكان ويرحلون؟ الإجابة بسيطة ومعقدة في نفس الوقت. هذه الأرض هي أرضهم، هي تاريخهم، هي هويتهم. لقد تعلموا أسرارها وتعلموا كيف يتعايشون مع غضبها. إن قصة داناكيل هي قصة تحدي الطبيعة للإنسان، وتحدي الإنسان للمستحيل. هي تذكرنا بمدى ضآلتنا أمام قوة كوكبنا، وفي نفس الوقت تذكرنا بمدى عظمة الإرادة البشرية وقدرتها على التكيف والبقاء. صحراء داناكيل ليست مجرد مكان، إنها رسالة من الأرض، رسالة تقول لنا إن كوكبنا ما زال حيا، يتنفس ويغضب ويبدع في صنع الجمال حتى في أكثر الأماكن رعبا. إذا وصلت معنا إلى نهاية الرحلة، فأنت الآن تعرف لماذا نسميها جهنم الأرض. لا تنسى أن تدعم قناة صحارى العالم بالاشتراك وتفعيل زر